ناس جواها شعور إن هي مش كفاية عشان تعجب اللي حواليها أو إن هم يحبوها، دايمًا مضطرة إن هي تبقى تحت ضغط إنها تعجب اللي حواليها، إنها تبسطهم، إنها تقدّم لهم الحاجات المثالية اللي عمرهم ما هيوصلوا لها. وطبعًا ده بيبقى صراع كبير جدًا وضغط رهيب جدًا على الشخص، لدرجة إن هو ممكن يضطر يعمل حاجات مش شبهه ومش زيه، لإنه خايف إن شخصيته الحقيقية وطباعه الحقيقية مش هتعجب اللي حواليه. والحقيقة إنه ده ضغط كبير جدًا بيخلّيك مش حابب نَفْسك، وبيُقف ما بينك وما بين حُبّك لنَفْسك وتقبُّلك ليها زي ما هي كده. وفي ناس بتستغل الشخصيات اللي زي دي، وبتفضل طول الوقت حاطاها تحت ضغط وطلبات بس عشان تقول لها إنه لو عملتِ كذا أنا هاحبِّك، هانبسط بيكِ أكتر. وده مش حقيقي، اللي هيحبك زي ما أنت، فأنت مش مضطر تعمل أي حاجة عشان تعجب.